سامسونج تعلن عن موعد إطلاق الهاتف الجديد اللي هو 24 الترا وياها 24 ولا 24 بلس. تم تسريب الصور طبعا وهذا قبل كل حدث. خلونا بالمهم اللي هو 14 اللي هو 24 الترا. اول شيء راح يجي باطار تيتانيوم على الحدود. الشيء الايجابي بالتيتانيوم هو القوه وبنفس الوقت الخفه، بالاضافه الى شاشه مسطحه بالكامل، وهذا الشيء كانوا ينتظروه هوايه مستخدمين سامسونج، لان حسب اقوالهم انه الشاشه المحدبه راح تكون اكثر عرضه للانكسار، فهذا الشيء خلى سامسونج تترك موضوع التحدب بالشاشات. موعد الاطلاق الرسمي هو يوم 17/1/2024 وعلى الاغلب يوم 25 ينزل بالاسواق. بالنسبه لجهاز 24 وال 24 بلس راح يكون بمعالج اكسنوز 2400. اما بالنسبه لل 24 الترا فراح يكون سناب دراجون 8 جيل ثالث. طبعا قارنوا بين المعالجات وسامسونج قالت انه سرعه المعالج سناب دراجون 8 جيل ثالث راح يكون اقوى ب 70% من اكسنوز 2400. بالنسبه للالترا فهذه المواصفات المتوقعه راح يجي برام 12 او 16 جيجا. اما بالنسبه للخزن فراح يجي ب 256 الى 2 تيرا بايت، وهذا الشيء كله زين. بالنسبه للبطاريه راح يجي بنفس حجم النسخه السابقه اللي هو 5000 ملي امبير. اما الشاشه فتم تحسين الاضاءه بها او البرايتنس الى 2500 بعد ما كان 1700، يعني تقدر تستخدم الجهاز بالنهار بكل سهوله حتى لو كانت الشمس قويه. بالاضافه الى الهرتزيه الخاصه بالشاشه، بهاي النسخه راح يجي ب 144 هرتز بعد ان كانت 120 هرتز بالاجهزه السابقه، وهذا الشيء راح يخليك تلعب العاب بكل اريحيه وينطيك افضليه على غيرك، الا اذا كنت طبعا نوب فما راح تستفاد حتى لو تخلي هكر. هسه نجي على الكاميرا. اكثر شيء نركز عليه هو الكاميرا. من المظهر الخارجي نلاحظ سامسونج خلت التليفون تقريبا نفس الشكل بس اكو تعديلات من الداخل. اول شيء سوته سامسونج هو حذف التقريب اللي هو 10 اكس وسوته 5 اكس. لو نجي عليها كم مره استخدمت ال 10 اكس؟ هذا سؤال موجه للاشخاص اللي عندهم طبعا 23 الترا، بس لو تجي عليها لما نتقرب 10 اكس شوف المشاكل والدقه اللي تصير، وخصوصا اذا كانت الاضاءه كلش قليله. فما اعرف شنو رايكم انتم، الافضل 10 اكس لو ال 5 اكس؟ الكاميرا الاساسيه هي 200 ميجا بكسل، بالاضافه الى انه راح يضيفون ميزه اللي هي زوم اني دايركشن، لما تصور فيديو تقدر تقرب 4 مرات بدون خساره الدقه. فمثل ما تلاحظون اغلب الشركات اللي تصنع تليفونات تركز على الدقه اكثر، وهاي ال 10 اكس وال 15 وال 50 من وجهه نظري اشوفها انه ما بيها فايده، الا اذا كنت مصور احترافي فتروح تتجه للعدسات وتشتري لك كاميرا احترافيه وتفضل الموضوع. هذا كان كل شيء فيما يخص سامسونج 24 عادي والبلس والالترا. من وجهه نظرك هل انه راح تبدل اللي عندهم مثلا 22 الترا او 23 الترا؟ هل انه راح تبدل للثلاثه؟ من وجهه نظرك هل انه يستحق التبديل من 22 الترا او 23 الترا الى ال 24 الترا؟ اكتب لي بالتعليقات وشاركني رايك لان رايك كلش مهم. لا تنسى تتابعني حتى تعرف اكثر عن التكنولوجيا اللي تفيدك بحياتك اليوميه. كان وياكم محمد من قناه مونتوغرافي، اشوفكم فيديوهات جايه. بس قبل لا نروح، نسبه كبيره من اللي يشوفون الفيديوهات مدى يشتركون بالقناه والحسابات اتمنى تشتركون حتى يوصلكم كل جديد. في مان الله.